بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. حطوا لي كده لايك للفيديو واشتراك في القناة ولو لسه مش مشتركين، ويلا بينا نشوف بقى فيديو المشتريات النهاردة. جبنا ايه النهاردة خلاص عيد الاضحى خلاص على الابواب. فجبت شوية مشتريات بسيطة كده للعيد. اولا الهدية اللي في ايديها دي كانت هدية عيد ميلاد جنى. كنت وعدها، هي كانت عايزة بتاع شنطة مكياج، فجبتها لها وجبت لها كمان لعبة اللي هي اسمها البابلز دي. دي كانت بتاعت عيد ميلادها. تمام، تعالوا بقى نخش الفيديو ونشوف انا جبت ايه. بصوا بقى، دي مش هدوم العيد اللي هي هيعيدوا بيها، دي ممكن ايه يعني. انا جايباها لجنى دي، لقيتها بيجامه كده طريه وقماشتها حلوه قوي، فانا جبتها لها. ممكن تقعد فيها ايه ليله الوقفه مثلا، يوم العيد بالليل بقى واحنا قاعدين كده في البيت. بصراحه حلوه وشكلها حلو. تمام. والطقم ده انا جبته ليمنى، لان يمنى بتحب يعني ايه، بتعوز غيارات كتير، بتوسخ هدومها بسرعه بصراحه. فهي كده كده عندها السوليبيتا بتاعت العيد اللي فات هتلبسها ان شاء الله. وجبت لها الطقم ده برده ممكن تعيد بيه. بصوا انا باينه عليا طبعا ارهاق، انا كنت حاسه ان انا بنعس اصلا وانا بصور الفيديو اقسم بالله. لان انا بص في اليوم ده اتمرمطت في المشوار ده. كنا خارجين في الحر وماشيين وما رجعتش غير بعد العشاء، ويعني بصوا اتمرمطت على الاخر يعني. اللهم صل على النبي. واللي في ايديا دوت طقم بتاع جانا برضو، كنت جايبه لها البنطلون جينز ده وعليه البلوزه ده. انا عايزه اقول لكم الحاجات دي كلها انا بجيبها كده ايه، يعني الحاجات دي كلها لحد دلوقتي انا جايباها من واحد بيبقى فارش. عندنا هنا في البلد هيبقوا فاهمين انا بقول ايه. بيبقى فارش كده في التفتيش، اسمه بوداليا، هو اللي بيبقى عنده الحاجات البناطيل الجينز والكلام ده. بس بنطلون يومنا لا، بنطلون يومنا انا جايباه من محل كان غالي يعني. والبنطلون اللي في ايدي ده برضو غالي غالي بصراحه برقم يعني. البنطلون ده اصلا طالع ترند، ده بتاع يارا اللي هو ليه جيوب من الجنب دوت، ده طالع ترند. وبنطلون جانا ده بتاع نعناع قصدي، ده والبلوزه ده كنت جايباهم من عند ابو داليا. ابو داليا ده اللي هو بيبيع حاجات داخليه بقى وبيتي وقطن وكلام من ده يعني، فاهمين. فكنت جايبه الحاجات دي من عنده يعني. كان تقريبا البنطلون كان ب120 او حاجه زي كده. ده بقى دي بيجامه بتاعت يارا، دي برضو هتلبسها ممكن يوم العيد بالليل، يوم الوقفه بالليل، مش عارفه يعني. المهم ان ايه، قماشتها طريه وحلوه كده. انا بصوا جبت لكل واحده من البنات اصلا بيجامه واحده، انا ما كترتش، انا اعتبر انا جايبه لهم هدوم بيتي يعني، مش جايبه هدوم خروجه لحاجات بسيطه يعني. وده بتاعت ياسمين، دي بتاعت ياسمين. واللي كانت فاتت قبل كده الصفرة برضو، مش اللي هي صفرة دي، في واحده قبلها كده كان بنطلونها مقلم والبلوزه بتاعتها صفرة، دي كانت بتاعت يمنى. تمام. والبنطلون ده بتاع ياسمين، ده بتاع ياسمين. وبنطلون يارا برضو، هما بقى يلبسوا الحاجات دي، هما بيفصلوا بلوزات، هيلبسوها على بلوزات، جايبين قماش وهيفصلوها يعني وكده، هما خلاص فصلوها يعني. فواحنا بقى فايتين، فلقينا برضو محل كده في شارع اسماء بيبيع السليبرات دي، كان عروض، كان السليبر ب50 جنيه. فجبنا بقى كلنا بقى، يلا هيصه بقى. فجبت انا ويارا وياسمين كلنا، بس بتاع يارا هي خدته، ما سابتوش يعني معايا وكده. يلا بقى نكمل الفيديو. بصوا كملوا كده الفيديو التقيل لسه جاي ورا يا جماعه. بصوا شفتوا المشتريات بتاعتنا، بصوا اي نعم حاجات بسيطه. بس انا فرحانه بقى بصراحه، لان زمان ما عملتش مشتريات. جبت الميزان ده، بصوا مهم جدا في كل مطبخ، هو الميزان ده. الميزان ده بيشتغل بالحجاره على فكره. فانا ما كنتش لسه جبت له الحجاره. الميزان ده كان ب 80 جنيه. هقول لكم منين. في واحد بيبيع بلاستيكات بيفرش على الارض عند المجلس كده، وانت رايحه على الموقف. الناس طبعا اللي ضواحينا كده والناس اللي في بلدنا هم اللي يبقوا عارفين ان انا بقول ايه. المجلس هناك في واحد كده بيبيع بلاستيكات كده فرش على الارض. جايبه الحاجات دي كلها منه، واسعاره والله العظيم حلوه جدا وهاديه ومهوده جدا. يعني لو بتجيب الحاجات دي من محلات هتجيبها بارقام يعني. صينيه المقبلات او التسالي دي انا كنت جايباها منه ب50 جنيه. فيها 4 اطباق كده متقسمه كده، ويعني بتبقى شكلها حلو. هنحطها برضو ايه في العيد بقى، نحط فيها مثلا لب بقى سوداني، اي حاجه يعني. وطبعا خلاص دخلنا بقى في الصيف، فجبت حاجات لوازم الايس كريم. ده هنعمل ان شاء الله ايس كريم برضو. وجبت كمان معلقه الايس كريم دلوقتي هتشوفوها. كملوا يا جماعه الفيديو كده، لسه التقيل جاي ورا. لسه كل ده ما جيناش للتقيل. ده بقى قفل التلاجة. بصوا انا اول ما شفته انا جبته هوا. ليه بقى؟ لان انا عندي بصوا حته سحلفه صغننه كده بتفتح التلاجة وبتقعد تلعب لي في كل حاجه في التلاجة لما بوظتها له. طبعا اليومين دول لو التلاجة باظت يعني ايه، مش عارف نجيبها. اي حاجه بتبوظ اليومين دول حافظوا يا جماعه بالله عليكم، لان الحاجات بصوا الاسعار بقت في السماء. ايوه بابل ريقي، اللهم انا صايمه. انا بسجل فيديو اصلا دلوقتي وانا صايمه. احنا خلاص في العشرة الاوائل من ذو الحجه اللي بنصومهم يعني، ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. جبت كمان بقى مساحه الحوض دي، وجبت كمان المضرب ده. بس انا عايزه اقول لكم ان انا رجعته تاني، لان لما جبته قالوا لي ده وحش وبيبوظ بسرعه وكده، فانا رجعته وجبت مكانه مصفى بقى.
جبت الاسباتيوله دي، انتوا عارفين انا من عشاق الاسباتيولات، فانا كنت ايه عايزه اسباتيوله تانية بس تكون جامده شويه، فدي جبتها زي المعلقه كده تمام. دي بقى معلقه الايس كريم اللي قلت لكم عليها دي بقى، عشان الايس كريم اللي بيبقى معمول باللبن يعني، مش بيبقى تلج فاهمين، ده هنعمله ان شاء الله بيه باذن الله يعني، الايام جايه كتير ان شاء الله. ايوه هو ده التقيل بقى، خش بقى بالتقيل يا ام يارا بقى، هو ده التقيل. جبت طقم صواني، بصوا عايزه اقول لكم ده شكله تحفه، شكله جميل جدا، انا جايباه من بلد بقى عندنا، مش من الراجل اللي بقول لكم عليه. كل الحاجات اللي فاتت دي كانت من الراجل اللي فرش في التفتيش كده قبل المجلس، انما ده واحد عندنا بيبيع الحاجات دي، فانا جايباها منه. انا عايزه اقول لكم الثلاث صواني دول، ده طقم كده على بعضه ب 385، لسه فاكره ثمنهم لان ثمنهم حرق شويه. 385. انا عايزه اقول لكم الصينيه الصغيره اصلا حجمها كبير يعني، انا عن نفسي هطلع الصغيره وعين التانيين دول انا مش هستعملهم، مش عارفه بصراحه الخامه ايه، مش عارفه هو ازاز ولا بايركس ولا ايه بالظبط مش عارفه، بس هو برضو يعني اكيد قابل للكسر، فلو عايز حفاظ يعني. فبس حلوه الصواني نفسها تقيله ومحمله كده وحلوه، فهنطلع واحده بقى نعيد بيها وهنعين الباقي ان شاء الله. ايوه بقى يلا التقيل التاني كمان، ايه التقيل التاني؟ جبت يا جماعه منقد، انا يعتبر كل عيد بجيب منقد، وللاسف الاطباق بتاعت المناقيد اللي انا بجيبها دي، الاطباق تفضل سليمه وحلوه وكل حاجه، اللي ما بيضيعش منها او يتكسر غير العمود نفسه، فانا مش لاقيه له قطع غيار. يعني انا عندي كذا منقد بس العمود هو اللي بيبقى مكسور او ضايع او مش لاقياه، والاطباق زي ما هي، فبصراحه يعني انا بعاني بصراحه. فبالله عليكم لو حد لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو عارف حد بيكون بيبيع قطع غيار للعواميد دي، يقول لي اجيب، لان عندي كذا منقد ويعتبروا بايظين، فانا بستعمل اطباقهم بقى ايه كاطباق كده شكلها حلو بنقدم فيها وخلاص. ده بقى عينه بقى ان شاء الله هنفتحه كده في العيد باذن الله، لو ربنا كتب لنا الصحه يعني والعمر، ان شاء الله نفتحه في العيد. تعالوا بقى نشوف كمان جبنا ايه بقى، لزوم البنات بقى وصبغات الشعر والحاجات بقى بتاعه البنات. اولا كده جبت عرض المناديل ده، انا كنت جايباه من مول مأمون. وجبت الاول شويه حاجات كده للمطبخ، جبت جبنه، وده الصابون بقى، بصوا يا جماعه ده من عند الجهري تمام، انتوا عارفين على كده الجهري بيبيع حاجات من اللي هو التجميل وكده، فانا جايبه منه كيس الصابون ده بتخفف 8 رتل ميه، ان شاء الله نخفه مع بعض ونجربه شوفوا هو حلو ولا مقلب تمام. وجبت كمان بقى النوتيلا، وجبت الحاجات دي كلها من عند مأمون، بس انا كنت حاطه الحاجات مع بعضها. وجبت قالب الزبده ده، انا كنت مخلصه الزبده اللي هي الفرن والكريستال، فانا حبيت الكريستال فجبتها. وجبت صويا صوص، وجبت نوتيلا وشويه حاجات، وجبت عسل ابيض وكده يعني. دي الصبغه بقى اللي في ايدي دي، ده انا جايباها بقى من عند الجاري. وجبت المعطر ده ريحته خرافه، ريحته حلوه قوي، ندهن بقى ونحط بقى في العيد بقى وكده. وجبت الصابون ده لوكس، انا ما بلاقيش لوكس اصلا بسهوله يعني، فما لقيته هناك فانا جبت. وجبت كمان برطمان الكريم اللي هو المرطب ده برضو ايه من غسيل المواعين بقى وكده يا اخواتي، فمش عايزه اقول لكم بقى ما تسيبوش في حالكم يعني. اللهم صل على النبي. والتوك الحلوه دي كانت هدايا اصلا من اخوات جنى، يارا وياسمين ويمنى وكده، كانوا جايبين لها الهديه دي توك وحاجات كده، في هما قالوا احنا كده كده داخلين على العيد فنجيب لها توك وكده هديه عيد ميلادها يعني. او دي برضو كانت توك وحاجات كنت جايباها للبنات. وده كده بتاع زي سبراي كده، سبراي طبعا احنا مش بنحطه واحنا خارجين، لان احنا عارفين انه حرام ان الستات او البنات تخرج ولها ريحه برفان او كده، فاحنا بنحط بس في البيت. جابوا بقى مانيكير، والانسه يارا والانسه ياسمين جابوا بتاع ده نضارات. والروج ده بصوا بقى، الروج ده مش عارفه الماركه اسمها كيكو او حاجه زي كده، انا عايزه اقول لكم الروج ده ثابت جدا، هو من ناحيه روج ومن الناحيه التانية حاجه زي ايه ملمع كده اهو. ده طبعا التقليد ده بقى اكيد مش الاصلي خالص، بس هو برضو يعني مش رخيص، بس عايزه اقول لكم بيثبت جامد يعني، انا كنت بعمل على ايدي كده بجربه، فقعد يجي كذا يوم ورا بعض لما راح من ايدي اصلا اهو. اللهم صل على النبي. دي النضارات بقى بتاعت الانسات. يلا قلت بقى عيد بقى ايه ما ازعلهمش، قالوا عايزين نضارات يا ماما، قلت والله ما انا مزعلكم، يلا هاتوا بقى النضارات مش مشكله. كنا جايبينه من عبس اللي هناك عند المعصره.